شبش بقى ولا نعمل ايه؟ اجيب الشاويش ده. يلا يا عم علشان نسيت الفلوس. ده الكميه دي كلها بال 190 ثلاجه ولا ال 170 ثلاجه. دي بتضحك، ده انا هطلع عينك يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. طبعا انا فين دلوقتي؟ انا في سكاكه عنده حسام. وطبعا انا كنت قاعده، يعني شوفوا على فكره يا جماعه انا شكلي تعبان جدا ومرهق جدا من التفكير، شايفين عامله ازاي؟ والاضاءه مش حلوه بس الله المستعان. فطبعا انتوا عارفين المشكله اللي عنده حسام والدين اللي على حسام، وطبعا انتوا عارفين ان هو مديون بمبلغ كبير جدا، فربنا ييسر الامور. وفي حد اتبرع او مش اتبرع، هو حب يفك كرب حسام ويحوش جزء من الدين اللي عليه. فتعالوا، انا مش هتكلم في اي حاجه ولا اقول لكم اي تفاصيل غير لما تحطوا لايك وشير وكومنت حلو للفيديو، ودعوه حلوه منكم له ولاي مغترب، ربنا يفديه وينجيه ويحفظه من كل شر ويشفينا انا كمان، لان انا واخده دور بصراحه، لا باكل ولا بشرب، يعني باين عليا التعب وباين عليا او بس انا حبيت اعمل حاجه له قبل ما انا امشي، واقف جنبه برضه ما تخلش عنه باللي انا اقدر عليه. طبعا انا مش هتكلم في اي حاجه خالص الفيديو ده في اي تفاصيل او في اي رد على اي حد، قال لما اخلص اللي ورايا الاول واخلص موضوع حسام الاول واشوف الدنيا كلها تبقى عامله ازاي وماشيه ازاي، وبعد كده هيبقى ليا رد على بعض الكلام اللي بيتقال. استنوا بس كده، اصبروا ونشوف الدنيا تعمل ايه. نخلص موضوع حسام الاول وبعد كده نكمل كلام، وهقول لكم على تفاصيل كتير وعلى حاجات كتير لازم تعرفوا. احنا دلوقتي انا هروح عند حسام هناك في مكان الشغل بتاعه عند المدير، وهناك الحسابات وده كله هنخلص، وكله هصوره صوت وصوره علشان يبقى كل حاجه قدام الناس، وكل حاجه اكون موثقاها قدام الناس، علشان من ضمن الكلام اضمن حق اخويا، وكمان ابقى ضامنه كل حاجه. وغير كده كمان برضو الناس اللي دفعت الدين بتاع حسام تبقى عارفه متاكده فلوسهم راحت فين ووصلت لاصحابها ولا لا. فخليكم معايا وحطوا لايك للفيديو، ويومكم زي العسل. ومعلش لو كان وشي مجهد وتعبان، بس والله انا ما بنام وبجري ومستعجله علشان خاطر اروح. حطوا لايك للفيديو وكومنت ويلا. طبعا يلا مش لا جايه حلوه جايه حلوه. طبعا بقى حبايبي احنا قربنا للسكن عند حسام. طب هتقولي لي يا زاهيه انت ما كنتش في السكن عند حسام؟ لا، عشان بيبقى في ناس عندها فضول. السكن اللي هو فيه في شباب يا جماعه الخير وتبع الشغل، فما ينفعش ان انا ابات عنده، فكنت بايته عند ام محمد في البيت ومع البنات. تمام، واحنا جايين لهوت وربنا ييسر الامور، وانا بصور لكم صوت وصوره بكل حاجه بكل التفاصيل برضو علشان يبقى ايه من ضمن المساعده واثبات النمر يعني عشان يكون اللي احنا بنعمله صح. تمام. المكان اصلا هادي وما فيش فيه بيوت كتير على فكره، وكان في شتاء على فكره. شوف السحاب عامله ازاي اهو. يلا حبايبي هنمشي بقى لحد ايه ما نوصل عنده. يعني هي المكان ده شوف مكان الشتاء الميه عامله ازاي. ده مكان ده مكان الشركه. ولا كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا جايه. ايوه والله ولا كنت اتخيل ان انا جايه في يوم من الايام. يا جماعه العربيه اهي، وده ايس كريم هو كان بيبيع جيلات. افتح يا عمد. يلا تعالوا يا ولاد، يلا عشان ننزل ونشوف هنعمل ايه. يلا الشركه ما احنا ما كانش عندنا شتاء، انا جت هنا لقيت الدنيا عايمه ميه عايمه، شايفين البحر اهو. يلا بقى ما نخش بقى جوه. فين؟ عند المدير. طبعا التلاجات بقى يا جماعه هو دوت اللي كان موزعها في المحلات زي دي كده، زي عندنا في مصر كده بالظبط. تلاجات زي ديت بتتحط في السوبر ماركت وبيحط فيها بقى المنتج بتاع الشركه اللي هو شغال فيه. ولا يا كابتن حس؟ ها؟ ايوه منور يا معلم. منوركم والله. ده شوف تعرف منور يا ابو ساجد. اسمي القفل بتاعك من بتوعك؟ على اسمي. ايوه دي تمام، دي بتاعتك يعني. انت ليك كام تلاجه بره يا حسين؟ الوقت بعد اللي يعني في 8 هنا وفي بره حوالي يعتبر كده 172 ثلاجه. منطقه من اول جاره لما يا بلاش. لا يا ابني انت كنت موزع للدنيا كلها هنا ولا ايه؟ ماسك منطقتين انا. ماسك منطقتين؟ طب يلا هنشوف بقى احنا هنعمل ايه. وفي الثلاجات من اللي هي الكبيره دي دي اللي هي المطوله دي زي اللي عندنا برضو بتبقى في المحلات اللي فيها
الكولا والحاجات اللي زي دي. وده اسمه يعني انت التلاجة اللي بتبقى انت مثلا موزعة تبقى مكتوب عليها اسمك بتاعتك يعني. بتاعت واحد دي اسمه السيد. اسمه السيد. اه ودي اسمها السيد، يعني كل ثلاجه ولا السيد. بتيجي بتكتب على الاسم. انت الموديل اللي عليها اسمه حسام فين؟ هناك واحدة مكتوب عليها اسمه حسين. هو انت لميت بقى كام تلاجة يا حسين؟ هنا اللي موجودين هنا موديل 8 حسام ماشي. ولسه لك بقى كام تلاجة يا معلم؟ بره ممكن ال 100 تعود اما نربط عينينا ونوت ونلميه. نربط عينينا كده ونلميه. بس عشان شايفه زي ما انت شايف التلاجات ديت اه كبيره، ما ينفعش اجيبها على السياره الصغيره. اه. لازم سياره مفتوحه زي اللي بره ديت. اه بتاعت زي الموديل. التويوتا عندنا زي كده. التويوتا كده عشان احمل فيها واجيب. طب يلا يابا يلا تعالى اما نشوف. وفي تلاجات زي دي بره؟ اللي بره ممكن 2 بس دول في العسيم والثلاجه العالميه. دي في اماكن موجوده. يعني انت عارف طب والمحلات اللي كانت قافله ايام كورونا بقى تعمل فيها ايه؟ دي لو احاول ادور على صاحب المحل اللي هو السعودي بقى ونحاول نجيبها، ما جاتش اقدر اظبطها بقى. خلاص ماشي يلا تعالوا يا ولدي يلا اما نشوف هنا. اجيبك يا ابو محمد؟ عادي مفيش مشكله. طيب عشان انا ما رضيتش اجيبك الا لما استاذنك الاول. طبعا احنا جينا بقى هنا عند المدير اهو علشان نشوف برضو الحسابات والدين اللي عليه وازاي يتسد والكده يعني. لان المدير هو اللي مسؤول عن السداد وهو اللي مسؤول بمخالصات الدين والكلام ده كله، لان هو المسؤول هنا تبع فرع الشركه، لان الشركه الرئيسيه فين؟ في جده. وكل منطقه بيبقى فيها مدير مسؤول وهو المسؤول عن سد الدين لو حد من الموظفين وكده. فابو محمد هيشوف الدنيا هيبقى فيها واحنا معاه علشان بدل ما الرجاله موجوده الحريم تسكت. يلا ابو دلوقتي محمد. احنا عايزين نعرف ان شاء الله احنا جايين نسدد الدين اللي على اخونا حسام، بحيث يبقى ايه واخد مخالصه من الشركه واموره طيبه. هل في امور تانية غير ان انت هتعمل لي سند بالمبلغ؟ دلوقتي شوف عشان دلوقتي في مشكلتين. المشكله الاول اللي هي بتاعت الدين اللي هي الفواتير، ومشكله الثلاجات. لو حلينا مشكله الدين مره واحده هيجي يطالبني بالثلاجات تاني يوم مره واحده. تمام. بمعنى ان انا هسدد 33 النهارده. حلو. انا عندي ثلاجات 180. هو الدين اللي على حسام قد ايه؟ 33 ثواني الورقه اهي. ماشي. 33627. حلو. ماشي. كان في اللي هو الديون 27600 وال 5900 كله على بعضه الاجمالي طلع 33 و600. تمام. فانا النهارده في حلين. انا دلوقتي لو سددت الدين مره واحده هيجي طالبني ثاني يوم او ثالث يوم بالثلاجات. ثلاجات في 180 ثلاجه. احنا دلوقتي ما نعرفش الحصر ان بقى لنا سنتين حسام سايب المنطقه. انا بتكلم بالنسبه للدين ما النقدي. ما انا بقول لك الدين النقدي دلوقتي الدين انا النقدي عايز مخالصه هنقسمه. غير السند ده، عايز مثلا مخالصه ان تم سداد المبلغ النقدي اللي على حساب. هنسدده دلوقتي عشان نبدا نقول هيتفضل عندك ايه بقى؟ حاجه اسمها ايه؟ عهده. العهده. لكن ما تتحطش تحت بند الدين. لا مالهاش دين مالهاش. ما انا بتكلم على كده. هيبقى الراجل عليه عقده كذا كذا. احنا بنتكلم على الدين المالي. الاجمالي اللي هو عليه 33550. دول هتعمل لنا بهم مخالصه وتعمل لي بهم سند استلام باسم الشركه. مفيش مشكله عندي انا، بس انا بتكلم على اساس ان انا عايز اسددها على دفعات بحيث ان انا لا انا ما هقدرش اسددها على دفعات لان انا مانيش موجوده. انا واحده مش موجوده. انا فاهم حضرتك. انا ايوه. احنا هنسدد الدين كله مره واحده. ما انا بتكلم على مش بردك، لان دلوقتي السند هطلعه ايه حساب الثلاجات. طب انا هل انت معاك 50000 ثاني يوم هتسدد ثلاجات او 60 او 70 او 10 ولا 20؟ ما احنا ما نعرفش بالظبط. طب استنى حضرتك، هو دلوقتي ما هو كده كده موجود وكده كده احنا بندفع جزء من الدين اللي عليه. الدين المادي احنا بندفعه وهو موجود، هو ما مشيش، وطبعا هو عليه قضيه. هو كده كده هيطلع معاك. يلم الثلاجات. اصل الثلاجات هتيجي في قصه الدين لو هي مش موجوده. انما دي حاجه على ارض الواقع وكلنا مناديب وعارفين ان ده واخد ثلاجه عهده بتروح تستلمها. انت بتستلم منه على ورق المحلات بس. خلاص بدل انت هتجيب المحاسب يطلع لك سند زي دوت. ماشي. ويا ريت تعمل لي مخالصه تم سداد المبلغ. هو انا ما هو موجود تم كده الحساب لكذا كذا ماشي. ما هو دلوقتي ده سند. ما بيكتب هنا مقابل. اي ما انا اكتب لك على خطاب ورقه اللي هو خطاب ان الراجل ده معلوش اي مديون. خلاص يا مدير خطاب باننا تم استلام مبلغ وقدره قد كده مديونيه، ودي المديونيه اللي موجوده عليه. مديونيه السوق اللي هي الفواتير، تحصيل الفواتير من حسام 33000
وباقي العقدة وباقي العقدة على الثلاجات في قد كده ونوقع عليها وخلاص. مفيش مشكله. عندك اكلمك. انا فاهم. انا عارفه، بس انا ما اقدرش ان انا اديها لك على دفعات عشان انا مانيش موجوده. هو بيتكلم في نقطة ايه المدير؟ ان هو الوقت لو الشركة وصلت لها ان المبلغ تم تسديده كله، الثلاجات موجودة في المحل، انزل بقى تاني يوم مش عاوز يحطنا لي في ممكن 10 ثلاجات ناقصين. ثلاجه الشركه لو علمت ان في 10 مثلا ناقصين يحسب لي الثلاجه في 2000 ادي 20000 زاد. احنا عايزين ايه؟ يا حسن ايه؟ يا حسام طلع تعالى حسن هو يدخل هو الفلوس براحته بقى 5 في 5 كل اسبوع هو براحته. انا المهم يديني مخالصه ويديني ورق من الشركه ان انا سددت الدين اللي عليك ويخلص موضوع الثلاجات بقى. انت تخلص انت وهو هنا. هو الفكره ان هو زي ما انا قلت لك كده، ان هو لو دخلها على ده انت انا شايفه توقعك في حاجات كتير ما شاء الله عليك يا اخويا. وحسين جيب الورق ده تبع الثلاجات كله تبعك. ده عاد صوتي يا انشراح. ده كل الثلاجات. حسام كل ده ثلاجات. طيب فين نتيجه هي مهنته ما ينفعش ينزل لمحل الا ما يكون في ثلاجه. ايوه انا فاهمه يعني هينزل ايس كريم ازاي وهو ما عندوش ثلاجه؟ ده الكميه دي كلها بال 190 ثلاجه ولا ال 170 ثلاجه. بتضحك دي بتضحك. ده انا هطلع عينك يا شيخ بتضحك. شوفي هنا تبرجل ديت ايه تبرجل برضه الدومه دي المناطق اللي انا ماسكها. طب احنا عايزين نبدا نشتغل في الملف ده يا عم عماد. موضوع الثلاجات ده ما تقعدش في موضوع الثلاجات. انت قاعده واتخرجت. هو من المفروض الشركه تدي لك ورقه بقى تمشي بها علشان تقدر ان انت تلم ثلاجاتك. انا ورقتي انا بس هروح يوم الثلاث الجاي السجن اخد السفر رخصه وامشي، لان احنا اصلا الشركه الاقامات مطوله معايا صوره الاقامه. وعشان الرقم الثاني بتاع العلاء ابشر مش لاقيه، كنت زمان مطلع عليه الاقامه بتاعتي، لكن مفيش حاجه. اول بس نخلص اروح واخد الورق من السجن واطلع على طول اسلم، ابدا اسلم بقى الثلاجات والحاجات دي. تصور شبش بقى ولا نعمل ايه؟ اجيب الشاويش ده. يلا يا عم علشان نسيت الفلوس. يلا خد يا عم محمد. ودي كل اذا كان بيكتب لا ايه؟ احنا عندنا نجيب لك انت شويه. ده سند باسم الاخت زاهيه محمد مصطفى داوود. المبلغ مكتوب بالارقام 33627 ومتفقط بالعربي اهو. ده سداد الدين. يعني عايزين منك دلوقتي يا اخت زاهيه 33627 عدهم لنا. ودي السندات هم وده سندات المخالصات. ما انا هحطهم له اهو. استنى دولت، استنى كده يا محمد. دي 1000. انت عايز تعملي ايه؟ عد دول كده عشان هم 35 مش 33. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ادي كده 30000. وادي 1 2 ونص 1 2 3 دول 5. يبقى لسه له عايز كام؟ عايز كده لسه 627. طب خد كده ال 500 ونجيب له الباقي. ادي 10 20 30 اهم كده. ادي 30. ادي بقى 600 3 عاوز انت قد ايه؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 3000 اهم. هاتي ال 50 هاتي ال 500 معاكي الاول. هو يديكي سعر فحص. يا عاوز الفكه؟ هتديني الفكه يعني؟ بصي كده كده 600. ثواني هاتي 100 بقى، هاتي 500 بس كده. كده 600. ادي بقى. خدي دي. لا كده غلط يا ابني حل 600. استنى بس. ايوه كده خدي انت دول كده. كده باقي 27. معاه 30000 اهم. وادي 1 2 ادي 3 3600. ال 30 على دول 33600 وال 27 بدفعهم انت معاك يا عم. ولا يهمك يا عم خالد. خلاص يا حبيبي. خلاص كده؟ لا حط لي اقفل يا حسام. حط صور شبش بقى ولا نعمل ايه؟ اجيب الشاويش ده. يلا يا عم علشان نسيت الفلوس.
يلا خد يا بنت محمد. ودي كل اذا كان بيكتب ما نعمل بهم ايه؟ احنا عندنا نجيب لك انت شويه. ده سند باسم كده الاخت بقى. زاهيه اهو، زاهيه محمد مصطفى داوود. المبلغ مكتوب بالارقام 33627 ومتفقط بالعربي اهو. ده سداد الدين. يعني عايزين منك دلوقتي يا اخت زاهيه 33627 عدهم لي اهو. ودي السندات هم وده سندات المخالصات. ركز ما انا هحطهم له اهو. استنى دولت، استنى كده يا بنت محمد. دي 1000. انت عايز تعملي ايه؟ عد دول كده عشان هم 35 مش 33. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ادي كده 30,000. وادي 1 2 ونص 1 2 3 دول 5. يبقى لسه له عايز كام؟ عايز كده لسه 627. طب خد كده ال 500 ونجيب له باقي. ادي 10 20 30 اهم كده. ادي 30. ادي بقى 600 3 عاوز انت قد ايه؟ ادي 1 ادي 2 عاوز 100 ادي 3 3000 اهم. هاتي ال 50، هاتي ال 500 معاكي الاول. ليه؟ ما هو يديكي صرف احسن. يا عاوز الفكه؟ هتديني الفكه يعني؟ بصي كده 600. ثواني هاتي 100 بقى، هاتي ال 500 بس كده. كده 600. ادي بقى. خدي دي. لا كده غلط. يا ابني حل 600 اهي. استنى بس. ايوه كده خدي انت دول كده. كده بقى 27. معاه 30,000 اهم. وادي 1 2 ادي 3 3600. ال 30 على دول 33,600 وال 27 بدفعهم انت من معاك يا عم. ولا يهمك يا عم خالد. خلاص يا خلاص كده. لا حط لي اقفل يا حسام. طبعا بقى يا حبايب قلبي احنا خلصنا الدين المادي او الدين اللي هي الفلوس اللي كانت على حسام على الشركه خالص، سدناها وخلصنا خالص كل الفلوس اللي عليه للشركه. يا دوبك لسه بس الثلاجات هو هيجمعها. ننزل انا اسلمها ان شاء الله. هو هيجمع يعني على قد ما هيجمع كده ويظبط الدنيا ويشتغل ويشوف نظامه ايه. وطبعا والله العظيم الناس اللي بتقول زي جايه تاخد اللقطه، يا رب كان غيري جه وخد بدل اللقطه مليون لقطه. صحيح. انا ما يلزمنيش لقطات ولا زي ده، زي بقى 5 سنين يعني على اليوتيوب واخد لقطات كتير يعني. فانا مش جايه على اخويا هنا علشان اخد اللقطه، ولو جاي علشان اخد اللقطه يكفيني شرفا ان انا سددت الدين بتاع اخويا. 33,000 ريال لما تحسبوها كده بالفلوس المصري شوفوا مبلغ وقدره. انا كان نفسه وصعبان عليا بدل ما انا كنت جيت سددته له هنا، كان هو عشان تعبان وظروفه الصحيه تعبانه، كان نفسي يتعمل له مشروع هناك ويقعد جنب ابنه وحتى يشوف امه. على فكره هو مش هيعرف يشوف امه عشان لان الاقامه منتهيه وورقي لسه ما خدتوش من الاداره بتاعت السجن يعني، فمش هقدر ان انا اروح الرياض يعني. وبرضه يا جماعه الخير، لا دي خلاها فيديو لوحده علشان هكلمكم في حاجات تانية كتير. انا والله العظيم فرحانه ومبسوطه ان احنا سدينا الدين، بس انا علشان ان انا هقول مين اللي سد الدين في اخر الفيديو لا ما ينفعش. انا لازم اعمل للي سدت الدين بتاع حسام ولها كل الشكر ولها كل التقدير واشتلها على دماغي. اللي تفك كربة اخويا ده انا اعمل لها حوايه واشتلها على دماغي، واللي ينكر المعروف وينكر الجميل ده يبقى ابن حرام. وعمري ما كنت بنكر جميل حد ولا عمري كنت، لان انا ما معيش المبلغ ده سده، علشان نبقى واضحين وعلى نور. لما حسام انا عملت البث وقلت ان حسام انا عرفت عنه حاجات والدين، في ناس كلمتني وقالت لي يا زاهيه احنا هنسد الدين بتاع حسام. انا بقى علشان بقى تاخد حقها في الكلام لازم نعمل لها فيديو مخصوص. كون ان امي بتدعي لها او احنا بندعي لها او اي حد بيدعي لها ده اقل واجب، ده اقل واجب. اخويا هنا بقاله 8 سنين، شوفوا 8 سنين امي ما شافتوش واحنا ما شفناهوش، وما بينزلش تحت، ما بينزلش البلد وقاعد مع ابنه، وكمان تعب وجاله القلب والكلام ده كله. فاما في واحده تدفع الدين بتاع اخويا وتسده كاش للشركه ده جزمتها على دماغي. انا اعمل لها حوايه واشتلها على دماغي، تفكي كرب اخويا ده بالدنيا كلها. ومش عيب يا جماعه، هو مش عيب،
مش عيب، هو يعني ظروفه كده ووضعه كده. فانا لو دعنا لها وشكرناها وحطيناها على دماغها، ده اقل حاجه احنا نعملها. ويبقى عقبال ايه الباقي. الله يخليك يا قلبي، تكوني تحت امرك يا حسام، وعمر ما هسيبك. دي احسن حاجه بقى، والله عمر ما هسيبه، والله عمر ما هسيبه. ايوه طبعا. لا يا حبيبي لا. مش هقول لا يا حبيبي لا والله لا. انا لو كنت اقدر اعمل له اكتر من كده وكمان للباقي انا مش هتاخر. وانا كان قعدتي هنا عشان الناس اللي بتقعد، انا كنت قاعده عشانه. وابو محمد وام محمد عارفين الكلام ده من اول يوم انا جيت هنا وانا بتواصل معاهم. ولولا هم برضه انا ما كنتش هعرف اجي هنا برضه. لا انت على دماغك. فده الكلام اللي انا بقوله، ومين اللي دفع الدين وحق الكلام كله. ان شاء الله انا هعمل فيديو برضه انا وحسام قبل ما نروح، ولازم كل واحد ياخد حقه. يلا يا جماعه، سلام عليكم.